اهلا بيكم. يلا بينا نبدأ في البارت بتاع 1.4.2 test process in context. بص، خلاصة الجزء ده، او خلينا يعني نجيب بس الهايلايتر او اي حاجة. test process in context، خلاصة الجزء ده. خليني ابسطها لك كده بالبلدي كده يعني. الحتة دي بتتكلم عن ايه؟ الجزء ده كده لحد اخره بيتكلم عن ايه؟ الجزء ده بيتكلم عن ان التستنج ده مش حاجة منفصلة. التستنج ده مش حاجة لوحدها. زي ما كنا قايلين قبل كده، التستنج از كونتكست ديبندنت، لو تفتكر في ال7 تيستنج برنسبلز. فاللي انا عايز اقوله لك ان التستنج ما هوش حاجه منفصله، لا هو جزء من منظومه كامله. انت شغال بتكمل حاجه تانية، يعني منظومه كامله كل شيء بيكمل اللي بعده. حلو. فانت جزء من مشروع، في ناس حواليك، في ستيك هولدرز، في ديفلوبرز، فاهمني؟ في مثلا مانجرز، وفي كونتكست او سياق او ظروف حوالين منك لازم تراعيها كتستر، زي ميزانية، زي وقت، زي قوانين. تمام. فتعالى بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل كده، شرحه ايه ودنيته ايه. بيقول لك testing is not performed in isolation. التستنج مش بنعمله منفصل. زي ما قلت لك، test activities are an integral part of the development process. هو جزء متكامل في الايه، او بيتكامل او بيتشارك، integral part يعني من ال development process. ماشي. carried out within an organization، اللي بيتم تنفيذها داخل ال organization او الشركه اللي انت شغال فيها. تمام. التستنج is also funded by stakeholders. يعني التستنج انت بتعمله ده يا باشا في ناس دفع ثمنه، اللي هم مين؟ اللي هم اصحاب المصلحه او الستيك هولدرز. and its final goal is to help fulfill the stakeholders او business needs. ده من الاخر في النهايه عايز تحقق بقى اهداف الناس اللي بتدفع. انت يعني لما بتبقى عايز تشتري اي سيرفيس من اي حد، عايز تشتري لابتوب مثلا، فانت بتدفع فلوس. فالمفروض الشخص اللي بيبيع اللابتوب يقدم لك انواع كتير، بحيث ان انت تختار الحاجة اللي تحقق اهدافك، تحقق طريقة شغلك. حلو. كذلك هنا انت كتستر، في ناس ستيك هولدرز هم اللي بيدفعوا الفلوس. تمام. وبالتالي انا لازم احقق اهدافهم، لازم اعمل فولفيل للستيك هولدرز وللبيزنس نيدز. تمام. وقال لك ده بيتم بقى من شوية حاجات كده بتأثر على التستنج. ماشي. the way بتاعت التستنج دي carried out with depend on a number of contextual factors include الحاجات دي بقى، في شوية عوامل كده بتأثر بقى على طريقة التستنج بتاعك، بناء على شوية الكلام اللي احنا قلناهم هنا وشوية الكلام اللي انا قلتهم في الأول. أول حاجة وأهم حاجة طبعا الستيك هولدرز. تمام. الناس دي هي اللي بتمول المشروع زي ما قلت لك. تمام. وهم يعني غالبا ممكن يكون هم اللي يعني هيستخدموا المنتج، او هم اللي هياخدوا البينيفيت من المنتج ده او السوفت وير اللي شغال عليه. فمهم قوي ان احنا نعرف هم عايزين ايه. تمام. وهم متوقعين ايه كاز فاينل ريزلت او از جول. فلازم اعرف النيدز، ولازم اعرف الاكسبكتيشنز بتاعتهم، توقعاتهم، ريكويرمنتس، متطلباتهم، الويلنج تو ايه تو كوبريت. تمام كده. ده كان اول حاجه بتاثر على عمليه التستنج بتاعت. تاني حاجه التيم ممبرز. لو انا بتست والتيم بتاعي كله مثلا ناس فريش، حلو كده، والعمليه اللي انا شغال عليها او السوفت وير اللي انا شغال عليه كومبلكس، فهل تتوقع كواليتي عاليه؟ اظن الاكسبيرينس بتاعتهم مش هتديهم الكواليتي، او مش هتخلينا نطلع بالكواليتي الكافيه او بالتقييم الكافي للبروسيس. فالسكيلز مهمه. يعني مثلا لو افترضنا ان انا هشتغل اوتوميشن والناس دي مش عارفه اوتوميشن، فالسكيل هنا فيها مشكله. السكيلز والنولج والليفل اوف اكسبيرينس زي ما قلنا، الافيلابيلتي. تمام. والتريننج نيدز، الناس دي برضو بتحتاج مع الوقت ان هي تاخد تريننج عشان تاب سكيل. ماشي نفسها. حلو كده. من ضمن العوامل برضو اللي بتأثر البيزنس دومين. البيزنس دومين اللي انا شغال عليه بيختلف، او المشروع، المجال او المشروع اللي انا شغال عليه بيختلف، يعني مشروع عن التاني. يعني مثلا لو انا شغال في مشروع بنكي، زي ما قلنا وشرحنا قبل كده، مشروع بنكي يعني الناس هتهتم بايه؟ هتهتم بالسكيورتي تكون عالية.
ده فلوس يعني. لازم يبقى كل واحد يعني الحساب بتاعه محدش تاني مطلع عليه، ولا حد يعرف دخله ايه او خارج منه ايه او كده. فلو انا شغال مثلا على حاجه ريليتد بالميديكال فيلد، فانا هنا الدومين اختلف. فالحاجه اللي هي المور امبورتنت هنا مثلا الهيستوريكال، يعني التاريخ المرضي بتاع البيشنت، ماشي. ده هو الجزء الاهم هنا يعني، فعايز اهتم بالداتابيز والحاجات دي اكتر. فالبيزنس دومين يعني الكونتكست بتاعت البيزنس دومين بتختلف باختلاف المشروع. الكريتيكاليتي، مدى الاهميه ومدى الخطوره ومدى الكريتيكاليتي بتاعت البروجكت اللي انا شغال عليه، الريسكس اللي ممكن اتعرض لها، الماركت نيد، تمام. برضو لو الجزء بتاع الليجل، هل هو regulations والليجل هل هو قانوني او مش قانوني او كده. فالبيزنس دومين accordingly التستنج بتاعي بيختلف لان الكونتكست او السياق اختلف، تمام. التكنولوجي فاكتورز. التكنولوجي فاكتورز لو السيستم مثلا بيعتمد على تقنيات حديثة او بيعتمد على تقنيات قديمة، تمام، ده هيأثر برضو على طريقة شغلك، التايب اوف سوفت وير، نوع السوفت وير اللي انا شغال عليه، البرودكت اركتكتشر والتكنولوجي اللي انا بستخدمها، تمام. كلام سهل وبسيط. هي عوامل بالمنطق فعلا تأثر على طريقة التستنج. البروجكت كونسترينز زي السكوب، التايم، البادجت. وكنا اتكلمنا عن الجزء ده قبل كده، وقلت لك ان في عندنا 3 عوامل اساسيه. التايم، 4 عوامل: التايم والكوست والكواليتي. التايم والكوست والكواليتي والتايم والكوست والكواليتي. في واحده كمان مش فاكرها دلوقتي، التايم والكوست والكواليتي والكوانتيتي تقريبا، او السكوب، حاجه كده، تمام. اللي هم ال4 حاجات دول اللي هم بيأثروا على اي بروجكت، اللي هي البروجكت كونسترين. هو قال لك ان التايم والكوست والبادجت والريسورسز، هل الريسورسز متوفره ولا مش متوفره. فالحاجات دي كلها بتأثر هل انا هتست لحد فين، هل انا معايا وقت كافي ولا معيش وقت كافي، هل انا مثلا اجيب تيسترز تانيين لو الدنيا مش متوفره معايا ولا متوفره. فهي دي عباره عن قيود بتأثر على عملية التستنج بتاعتي، تمام. بعد كده بيقول لك الاورجانيزيشن فاكتور، سياسة الشركة بقى نفسها. هل الشركة دي ممكن يكون ليها طريقة معينة في التستنج لازم امشي عليها، ولا الدنيا على الله ان شاء الله زي ما بيقولوا؟ لا اكيد طبعا لا، كل اورجانيزيشن وليها فاكتورز وليها سيستم بتمشي عليه. يعني مثلا اقول لك ان الاورجانيزيشن ستراكشر نفسها، الاكزيستنج بوليسيز، ماشي، البراكتسز اللي يوزد جوه الاورجانيزيشن. حتى في اورجانيزيشنز بتستخدم مثلا انواع مختلفه من التست بروسيس. يعني في ناس بتشتغل او بتنجلكت شويه حاجات في التست بروسيس هنا، وفي ناس بتخلي حاجات قبل حاجات، وشركات تانية لا. في ناس مثلا بتشتغل بفي موديل، في ناس بتشتغل ووتر فول، في ناس بتشتغل اجايل. فكل شركه وليها فاكتورز او ليها طريقه شغل او سيستم شغل مختلف عن الشركه التانية. فدي من ضمن برضو الحاجات اللي بتأثر عليا انا هتست ازاي او هشتغل ازاي. السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، هل انا شغال اجايل زي ما انا قلت من شويه، هل انا شغال ووتر فول، هل انا شغال في موديل، تمام. هي الديفلوبمنت ميثود والانجينيرنج براكتسز، تمام. دي برضو من ضمن العوامل. التولز، هل التول اللي انا شغال، هل في تولز افيلبل، هل التولز اللي انا شغال بيها يوزبل، ماشي، هل هي كومباتبل. يعني مثلا انا شغال على تول والتول دي شغاله على الانفايرمنت بتاعتنا كويس، هل لو جربناها على انفايرمنت تانية هتبقى كومباتبل، هتبقى يعني يعني فرضا احنا شغالين على ابلكيشن مثلا، ابلكيشن ده بتاع توصيل طلبات فرضا او توصيل طلبه للمدارس، فهو شغال على الانفايرمنت بتاعتنا كويس، واحنا بندعم مثلا الايفون. فهل السوفت وير اللي احنا بنطلعه ده لو حطيناه على سامسونج، على اوبو، على اي نوع تاني من التليفونات، هيبقى كومباتبل، هيبقى كويس، هيبقى شغال، تمام. فانا بشوف التولز اللي عندي في الشركة، تمام، هل هي فيها محققة الحاجات دي ولا لا. ولو مش محققة، اذا الكونتكست بتاعي او طريقة التستنج بتاعتي هتتأثر، وبالتالي يبقى حققت الموضوع ده ان التست بروسيس ان كونتكست بتختلف بناء على السياق اللي انا فيه. يعني عايز اقول لك ان الفاكتورز دي كلها بتأثر على شغلك كتستر، تمام. يعني هتختبر ازاي، هتشتغل اوتوميشن ولا هتشتغل مانوال، هتكتب التست كيسز بتاعتك هاي ليفل ولا هتخش بتفاصيل ولا هتنجزها بسرعة. الاوتوميشن لو عملته هيبقى فيه اوتوميشن كتير ولا هيبقى كمية اقل.
الريبورتات اللي أنا بطلعها مثلا هتكون مفصلة وشاملة، ولا مثلا الكفرج اللي انا بعمله، هل هعمل كفرج لكل حاجة داخل السوفت وير، ولا هركز على مثلا بارت معين؟ تمام. التستنج يعني اللي انا عايز اوصله لك مش مجرد انك بتكتب تيست كيس وتنفذها، انت لازم تاخد بالك من الناس اللي حواليك، والسياسة اللي حواليك، والتايم، والتولز، والاورجانيزيشن فاكتور. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي حاجات بتأثر على التستنج. تمام. These factors will have an impact on many test related issues including test strategy و test techniques اللي احنا بنستخدمها زي ما قلنا، والديجري اوف تيست اوف اوتوميشن، هل كتير ولا شويه، والريكوايرد ليفل اوف كفرج، والليفل ديتيلز سوفت وير تيستنج. شوف الليفل اوف ديتيل انا واصل لحد فين في تفاصيل كتابه التست كيس بتاعتي، والتست ريبورتس اللي انا طلعتها. الموضوع فيه رغي كتير شويتين، بس هو سهل. حاجه منطقيه، انا هتست ففي شويه constraints، شويه قيود هي اللي هتحدد التست بتاعي، فبالتالي التست بيتأثر، او التست بروسيس اللي انا همشي عليها بتتأثر بالكونتكست اللي حواليه، بالبيئة اللي حواليها. تمام. وهدفي الاول والاخير ان انا ارضي الستيك هولدرز واحقق متطلباتهم واحقق الجول اللي هم عايزينه. طولنا. اشوفكم في البارت اللي جاي.